صباح الخير ومساء يا جدعان، فيديو جديد او اول فيديو بقى من كتاب السير زي ما انتوا اكيد عرفتوا من العنوان. لو اخترت نتيجة واحدة تكون في كل ماتشاتي علشان اقدر اشرح لكم ايه هو مانشستر يونايتد، فانا هختار نتيجة ماتشي ال 1500 اخر ماتش في مسيرتي التدريبية. ويست بروم 5 مانشستر يونايتد 5. ماتش جنوني وممتع وجدا يعصبك برضه. لو رايح تتفرج على مانشستر يونايتد فانت هتشوف اجوال كتير ودراما اكتر. الماتش هيكون زي اختبار لقلبك وقدرته على التحمل. ما كنتش قادر اتكلم بسبب اننا فرطنا في الماتش بعد ما كنا متقدمين 5-2 قدام ويست بروم. اكيد وريت اللعيبه اني متضايق بسبب ده، لكنهم قدروا يكتشفوا اني مش متضايق قوي زي العادي. قلت لهم شكرا لكم يا شباب، مفيش وداعيه افضل من كده في الحقيقه. اعلنوا ان ديفيد مويس هو اللي هيكون خليفتي. لما كنا قاعدين في اوضه اللبس بعد الماتش، جيجز قال وهو بيهزر ديفيد مويس قدم استقالته. رغم كل الغلطات الدفاعية في اليوم ده، إلا إني كنت فخور وحسيت بالراحة لأني قدمت كل اللعيبة دي والمدربين والعاملين المميزين دول لديفيد مويس. شغلي خلص، عيلتي كانت مستنياني في جناح في ملعب ويست بروم. وقتها حسيت ببداية حياة جديدة. لما رحت أركب باص الفريق لآخر مرة علشان نروح لملعب ويست بروم، كنت ناوي استمتع بكل لحظة في الماتش. الاعتزال ما كانش صعب خالص بالنسبة لي، لأني كنت عارف إن الوقت بقى مناسب. الليلة اللي قبل الماتش اللعيبة أكدوا لي إنهم عايزين يخلوا اعتزالي مناسبة جميلة. قدموا لي هدية خاصة جدا، ساعة رولكس جميلة اتصنعت سنة 41 سنة ولادتي، وكانت عقارب الساعة واقفة على الساعة 3 بعد الظهر، ودي لحظة ولادتي بالتحديد. وكمان ادوني كتاب كان مليان صور للأوقات اللي قضيتها في اليونايتد، وكان فيه شوية صور ليا مع أحفادي والعيلة. ريو فرديناند اللي بيحب ساعات الايد جدا هو كان صاحب فكرة الهدية الرئيسية. استلمت الكتاب والساعة وسط تسقيف كبير جدا من اللعيبة. لاحظت نظرة كده على وشوش جزء كبير من اللعيبة، كانت لحظة تحس فيها انهم تايهين. جزء كبير من اللعيبة دي ما كانش عارف هيتصرف ازاي بعد ما امشي، لاني دايما كنت معاهم والاكتر من 20 سنة. شفت النظرة دي وكان مفيش اي تعبير غير وايه اللي هيحصل دلوقتي. معظمهم ما اتعاملش مع اي مدرب تاني غيري. كان اخر ماتش ليا وكنت عايز اتحكم فيه كويس جدا. كنا متقدمين 3-0 في اول نص ساعة بس، لكن ويست بروم ما كانوش ناويين خالص يسهلوا وضعيتي. جون سيفويك هو اول شخص سجل لليونايتد تحت قيادتي في 22 نوفمبر سنة 86. اما اخر جول تحت قيادتي كان لتشارتشاريتو 19 مايو 2013. لما كانت النتيجة 5-2 كان ممكن ينتهي الماتش 20-2 لينا، لكن لما بقت النتيجة 5-5 كان ممكن نخسر 20-5. دفاعنا كان في حالة فظيعة. سجل ويست بروم 3 اجوال في 5 دقايق بس. لوكاكو سجل هاتريك. رغم انهيار شباكنا، لكن الأجواء كانت لطيفة في أوضة اللبس. لما رجعت لمانشستر شفت كمية الرسايل من البريد على مكتبي. الريال بعتوا هدية جميلة جدا، تمثال من الفضة للنافورة الشهيرة في مدريد، بلازا دي سيبيلس، المكان اللي بيحتفل فيه الريال ببطولاته، مع رسالة جميلة جدا من فيورنتينو بيريز رئيس الريال. هدية تانية وصلتني كانت من اياكس، وهدية تانية من ادوين فاندر سار. مساعدتي الشخصية لين اضطرت تواجه كم كبير جدا من الرسائل. في ماتشنا قدام سوانزي وفي الأولد ترافورد في الأسبوع اللي قبل الأخير، وقتها كنا في نهاية أسبوع متعب، وقلت لكل اللي حواليا إني قررت أدخل مرحلة جديدة في حياتي. بذور فكرة اعتزالي اتزرعت جوايا في 2012 في فترة الكريسماس. وقتها الفكرة كانت واضحة جدا بالنسبة لي، أنا هعتزل. ليه عايز تعمل كده؟ ده كان سؤال من كاسي فيركسون، ودي مرات السير. قلت لها في آخر موسم خسرنا الدوري في آخر دقيقة، وأنا مش هقدر أواجه حاجة زي دي تاني أبدا. أنا بس أتمنى إننا نقدر نكسب الدوري ده ونوصل لنهائي الأبطال ونهائي كاس الاتحاد، وبكده هتكون نهاية جدا جميلة. كاسي فقدت أختها في أكتوبر وكانت بتعاني من فكرة تقبل موت أختها. وقتها حسيت أكتر إن الاعتزال هو القرار الصح. حسيت إني أقدر أجرب حاجات جديدة في حياتي. بالنسبة لعقدي فكان لازم أقول للنادي عن قرار اعتزالي في الصيف قبل 31 مارس. بالصدفة اتصل بيا ديفيد جيل في يوم حد في فبراير، وطلب مني قبله في بيته بعد الظهر. يوم الحد أراهن إنك عايز تقدم استقالتك كرئيس تنفيذي للنادي، أو إنهم قرروا يطردوك. لكنه للأسف كان عايز يقدم استقالته آخر الموسم فعلا. قلت له ديفيد أنت بتهزر،
وقلت له كمان اني قررت اعتزل. بعد المكالمة دي بكام يوم ديفيد اتصل بيا وقال لي اتوقع مكالمة من الجليزرز في اي وقت. لما اتصلوا فعلا اكدت لجويل جليزر ان قراري ملهوش اي علاقة بديفيد، وقلت له ان حسمت الموضوع ده في فترة الكريسماس، وشرحت له اسبابي. وفاة اخت كاسي في اكتوبر غير حياتنا. كاسي كانت بتحس بالانعزال. جويل فهم الموضوع واتفقنا اننا هنتقابل في نيويورك. لما اجتمعت معاهم حاولوا يغيروا رأيي، قلت له اني مقدر المجهود وشكرته لدعمه ليا. شكرني وقال لي انه ممتن جدا لكل اللي قدمته للنادي. لما بقى واضح اني مش هغير رأيي اتبدل النقاش لمين البديل الانسب. كان في تفاهم واتفاق بالاجماع على ديفيد مويس هو الراجل المناسب. زارني ديفيد في بيتي علشان نناقش جاهزيته علشان يمسك الفريق. السرعة كانت مهمة جدا للجليزرز بعد اعلان اعتزالي، وما كانوش عايزين يواجهوا فترة توقعات كبيرة عن مين اللي هيجي بعدي. كتير من الاسكتلنديين لما بيمشوا من اسكتلندا بيكون عندهم هدف واحد بس، وهو انه ينجح. هما مش بيمشوا علشان يهربوا من الماضي، هما بيمشوا علشان يطوروا من نفسهم. ديفيد مويس تقدر تقول دمه خفيف لكن مش في الشغل. الاسكتلنديين بياخدوا الموضوع بجدية، ودي صفة ما تتقدرش بتمن طبعا. قالوا لي كتير من الناس احنا مش بنشوفك بتبتسم ابدا وقت الماتشات. ردي عليهم انا مش هناك علشان ابتسم، انا هناك علشان افوز بالماتشات وبس. ديفيد كان عنده شوية من الصفات دي، وانا عندي خلفية عن عيلته ووالده كان مدرب. انا مش بقول طبعا ان ده سبب لتعيين شخص، لكن من الكويس انك تشوف اسس قوية في الشخص اللي هيستلم وظيفة زي دي. الجليزرز حبوا ديفيد مويس. اول نقطة لاحظوها هي انه بيتكلم بصراحة، ودي ميزة. وعلشان انهي شوية اشاعات، انا عمري ما هقف في طريق ديفيد. بعد 24 سنة من التدريب ليه هبقى عايز ادخل في امور كروية؟ افتكر انه جه الوقت اللي هنهي فيه الجزء ده من حياتي. ديفيد مش هيواجه اي مشكلة في تنفيذ عاداتنا، وهو يقدر يحكم على المواهب بشكل كويس، وقدم كرة جميلة مع ايفرتون، وقدر يوقع مع لعيبة من الدرجة الاولى. قلت في نفسي ان عمري ابدا ما هزعل على الاعتزال. في السن 70 من عمرك الوقوع بيكون اسرع بكتير ايا كان بدنيا او ذهنيا، لكني كنت مشغول حتى بعد الاعتزال في مشاريع في امريكا وغيرها. ما كانش في اي خطر من اني ابقى كسول، كنت بدور على تحديات جديدة دايما. يوم الاربع 8 مايو جمعت كل اللعيبة والعاملين، وفي نفس الوقت اعلنا الخبر في الموقع الرسمي. ما خليتش اي حد يستخدم التليفونات، ما كنتش عايز اي حد يعرف الخبر قبل ما اخد فرصة علشان اقول لكل اللي في الملعب بنفسي. لكن بسبب الاشاعات كانوا عارفين ان في حاجة كبيرة هتحصل. قلت للعيبة اتمنى اني ما كنتش خيبت ظن اي حد فيكم، علشان ممكن يكون معظمكم جيتوا النادي وفاكرين اني هكمل. احنا كنا قلنا لفان بيرسي وكاجاوا مثلا اني مش بفكر في الاعتزال في اي وقت قريب، وده كان حقيقي فعلا لما قلته في بداية الموسم. لكن كل حاجة بتتغير. كملت كلامي وقلت لهم ان موت اخت مراتي كان موقف درامي، ده غير اني عايز امشي وانا كسبان، وده اللي انا عليه دلوقتي. الصدمة كانت واضحة على وشوش معظمهم. قلت لهم روحوا لسباق الحصينة النهاردة واستمتعوا بوقتكم، وانا هشوفكم يوم الخميس. بعد كده رحت لباقي طاقم الكورة وقلت لهم سقفوا ليا كلهم، 1 أو 2 قالوا لي كويس اننا اتخلصنا منك، وضحكنا كلنا. معظم اللعيبة بعد ما عرفوا الخبر كانوا متفاجئين. اعتقد وقتها بدأت تظهر في دماغهم اسئلة زي يا ترى المدرب الجديد هيختارني، يا ترى هبقى هنا في الموسم اللي جاي. قررت من الاول اني هروح البيت بعدها لاني هقابل ردة فعل قوية من الاعلام. جيسون المحامي ولين بعتولي اكتر من مرة على التليفون، واتصلوا لمدة ربع ساعة تقريبا. واضح ان في 38 جورنال نشروا الخبر في صفحتهم الاولى، منهم النيويورك تايمز. الصحافة البريطانية ضافوا ملحق 12 صفحة تقريبا عني. قوة التغطية دي وعمقها كان شيء لطيف جدا. انا قابلت مشاكل كتير جدا مع الصحافة طول السنين اللي فاتت، لكني ما كنتش ابدا شايل من ناحيتهم اي كره او حاجة. وانا عارف ان الصحفيين بيكونوا تحت ضغط رهيب، لازم يغطوا اسرع من التلفزيون والانترنت وفيسبوك وتويتر وحاجات تانية كتير، ده غير انهم دايما بيبقوا متراقبين من رئيس التحرير. في الحقيقة دي وظيفة جدا صعبة. التغطية الواسعة دي اثبتت ليا ان الاعلام ما كانش عنده اي كره او حاجة ناحيتي رغم كل مشاكلنا، لكنهم اعترفوا بمسيرتي الكبيرة، وكمان بعتوا ليا اكتر من هدية. كيكة كبيرة عليها صورة استشوار ومعاها ازازة نبيت.
في الحقيقة أنا قدرت ده جدا، كانت لفتة لطيفة منهم. في ماتش سوانزي اختاروا أغنية ماي واي لسيناترا وأغنية نايت كينج انفورجيتابل وشغلوهم، كانت لفتة جدا جميلة في الحقيقة. كسبنا الماتش بنفس الطريقة اللي كسبنا فيها كتير من الماتشات ال 895 بجول متأخر في الدقيقة 87 وكان من ريو فرديناند. خطابي بعد الماتش كان خطاب عفوي، ما كنتش مجهز أو كاتب أي حاجة قبله. كل اللي كنت عارفه إني مش همدح أي شخص، وما كانش كلامي هيبقى عن الملاك أو المشجعين أو حتى اللعيبة. كان خطاب عن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم. طلبت من الجماهير إنهم يقفوا جنب المدرب الجديد ديفيد مويس. عايز أفكركم إننا عدينا بأوقات جدا صعبة هنا. قلت في الميكروفون النادي هنا وقف جنبي والكل دعمني، كل اللي اشتغل معايا من عاملين ولاعيبة دعموني، علشان كده لازم انكم تقفوا في صف مدربنا الجديد، هو ده المهم دلوقتي. لو ما كنتش جبت سيرة ديفيد كان هيبدأ الناس تتكلم بقى يا ترى فيركسون كان عايز ديفيد يكون خليفته، لكن كان لازم نظهر الدعم الكامل لديفيد. النادي كان لازم يكمل على نفس نهج الانتصارات، دي كانت أمنيتنا كلنا. دلوقتي أنا بقيت إداري في الفريق، دلوقتي هقدر استمتع بالماتشات زي بوبي تشارلتون. من وقت ما اعتزل وبوبي بعد أي فوز هتقدر تشوف الفرحة في عينيه وهو بيبدأ يفرك في إيده. هو بيحب كده، أنا كمان عايز كده، عايز أحضر الماتشات الأوروبية وأقول للناس أنا فخور بالفريق ده، نادي عظيم. في نفس الخطاب قررت إني هجيب سيرة بول سكولز. كنت عارف إنه مش هيحب ده، لكني ما قدرتش أمسك نفسي. سكولز كان أعلن اعتزاله هو كمان. بعد أيام قليلة وأنا في المطار جالي شخص ومعاه ظرف، قال لي كنت هبعتلك ده في البريد. كانت مقالة من جورنال أيرلندي، قالوا إني مشيت من النادي بنفس الطريقة اللي اتحكمت بيها فيه على شروطي الخاصة، فيركسون اللي كلنا عارفينه. في الحقيقة استمتعت جدا بالمقال ده، كنت شايف وقتي في مانشستر زي ما كان مكتوب في المقال، وكنت فخور إن الوصف كان جدا دقيق. لما خرجت من الصورة خالص جاب ديفيد 3 من مساعدينه من إيفرتون، وكمان ضاف عليهم راين جيجز وفيل نيفل للطاقم التدريبي بتاعه، وده معناه ان 3 من المساعدين بتوعي خسروا شغلهم. كان قرار ديفيد، انا كنت قلت له انه لو ساب المساعدين بتوعي هكون سعيد بده، لكني ما اقدرش اتدخل او امنعه من انه يجيب المساعدين بتوعه. كان شيء محزن طبعا ان المساعدين بتوعي خسروا شغلهم، لكن ده الوضع الطبيعي في الكورة. لكني اتعاملت مع الموقف، كلمتهم وقلت لهم اني حزين واسف على اللي حصل. مايك فيلان اللي قضى معايا 20 سنة قال لي اني مش محتاج اعتذر، وشكرني على كل الأيام الجميلة اللي قضيناها. لما كنت بفكر في الماضي ما كنتش بركز بس على الانتصارات، لكن كنت برضو بركز على الخسارة. خسرت 3 نهائيات في كأس الاتحاد، مرة ضد إيفرتون ومرة الأرسنال وكمان ضد تشيلسي. خسرت نهائيات الكابيتال 1 قدام شيفيلد وأستون فيلا وليفربول، وخسرت نهائيين في دوري الأبطال قدام برشلونة. وده جزء من تاريخ مانشستر يونايتد المزخرف، التعافي. اقتنعت اننا مش هنقدر دايما نكسب البطولات ونحتفل على سطح الباصات. لما خسرنا نهائي كاس الاتحاد في 95 ضد ايفرتون قلت تمام، لازم اعمل شوية تغييرات هنا، وفعلا غيرت كتير. جبنا لعيبة شباب او زي ما بنقول عليهم دفعة 92، ما كناش نقدر نقف في طريقهم اكتر من كده. كانوا مجموعة من اللعيبة اللي بجد مميزين. خسارة مباراة في مانشستر يونايتد مش هتخرج من تفكيرك بسرعة. دراسة الوضع لمدة بسيطة بعدها نسيان اللي حصل وكمل على نفس الخطوات القديمة ما كانش اختيار بالنسبة لي. لما بتخسر نهائي ده بيأثر فيك بشكل عميق، خصوصا لو كانت محاولات تسجيلك على الجول 23 مرة والفريق التاني معدتش المرتين، أو لما تخسر بضربات الجزاء. أول حاجة كانت بتيجي في دماغي دايما فكر بسرعة إيه اللي المفروض أعمله، بيروح مخي دايما لفكرة التطور والتعافي. ودي ميزة كبيرة، انك تقدر تعمل حسابات سريعة في اقل وقت ممكن علشان ترجع تاني تقف على رجلك. دي ميزة طبعا. ساعات كنت بكون بائس وانا بعمل ده، لكننا دايما كنا بنرجع. اوقات الخسارة بتكون افضل نتيجة. اظهار ردة فعل في المصايب اعتقد دي حاجة كويسة، حتى في اسوأ المراحل انك تظهر قوي دي نقطة ليك طبعا. في مثل عظيم بيقول ده مجرد يوم كمان في تاريخ مانشستر يونايتد، او بطريقة تانية المحاربة علشان نرجع تاني هو اللي بيصنع النادي ده. لو كنت بتضعف بسبب الهزايم فتأكد انك هتواجه هزايم تانية.
واوقات كتير كنا بنخسر نقطتين بسبب جول تعادل اللي كان بيجي في اخر هجمة، لكننا دايما كنا بعدها بنكسب بالستة او 7 ماتشات ورا بعض. الموضوع ما كانش صدفة ابدا. المشجع بيرجع لشغله تاني يوم الاثنين مع مشاعره اللي خدها معاه من ماتشات نهاية الاسبوع. قبل كده بعتلي راجل جواب في يناير 2010 قال فيه: هل تقدر ترجع لي ال 41 جنيه اللي دفعتهم لتذكرة ماتش يوم الحد؟ انت وعدتني بالمتعة وانا ما لقيتش اي شيء ممتع خالص يوم الحد. ممكن ارجع فلوسي؟ فكرت ان ارد عليه بهل تقدر تاخد ال 41 جنيه من كل اللحظات الجميلة اللي عشتها في اخر 24 سنة؟ تكسب ماتشات قدام ريال مدريد واليوفي وبعدها يجيلك شخص يطلب منك الفلوس اللي صرفها في يوم حد ممل. تفتكر في اي نادي في العالم يقدر يديك كل اللحظات اللي بتوقف القلب دي من كتر الحماس غير مانشستر يونايتد؟ كان ممكن اكتب للمشجعين في واحدة من المجلات اللي بتتوزع: لو كنا متأخرين بجول وفاضل على الماتش 20 دقيقة بس، روحوا البيت. روحوا البيت احسن ما ينتهي بكم الحال في مستشفى مانشستر رويال. اتمنى محدش يعارضني لما اقول ان مفيش مشجع مغشوش، لكننا ما كناش خالص مملين. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة لأول فصل في كتاب السير. اتمنى بس يكون عجبكم، دي اهم حاجة. سلام.